أهلا ومرحبا بكم في موقع وقناة كيدا. نقدم لكم اليوم موضوع عن استخدام مكواة الشعر بطريقة صحيحة في المنزل. أولا، اغسلي شعرك جيدا بالشامبو، ثم قومي بتجفيفه جيدا بالمنشفة الخاصة بك. وعند استخدامك لمجفف الشعر انحني إلى الأمام نحو الأرض، وذلك حتى يصل الهواء الساخن إلى شعرك بالكامل. ولا تنسي أثناء تصفيف شعرك ومجفف الشعر استخدام المشط الخاص بك، وذلك ليقوم بفك أي عقد أو تشابكات. وضعي على شعرك قليل من السيروم ليحميه من الحرارة العالية. وقسمي شعرك إلى 3 طبقات، ثم اربطي كل طبقة على وضع كعكة شعر. وبعد الانتهاء من الخطوات السابقة يمكنك استخدام مكواة الشعر بهذه الطريقة. سخني المكواة على درجة حرارة متوسطة، وتجنبي كي شعرك بداية من فروة الرأس، لأن هذا يصيبها ببعض الحروق التي تؤدي إلى تلف الشعر من الجذور. وقومي باستخدام مكواة الشعر بشكل مستقيم لضمان كي خصلات الشعر كاملة. وحركي خصلات الشعر المفرودة بعيدا عن الغير مفرودة حتى لا يحدث تشابك مع خصلات الشعر ببعضها البعض. ويمكنك الآن وضع السيروم على شعرك ليعطيه شكلا ولمعانا وجذابا. لو الفيديو عجبك ممكن تسجلي إعجاب من هنا، وممكن تتابع معانا كل الجديد وبشكل يومي من خلال الاشتراك في القناة بالضغط على زر اشتراك أو سبسكرايب اللي موجود هنا.